في اسئله بتجيلنا يعني ايه عمليات القلب المفتوح وليه اتسمت اصلا عمليات القلب المفتوح؟ عمليات القلب المفتوح هي بتطلق على كل عمليه في القلب بنستخدم فيها ماكينه القلب والرئه الصناعيه. احنا بنوصل الدوره الدمويه بتاعه الجسم على ماكينه القلب والرئه الصناعيه اثناء العمليه بتاعه القلب المفتوح اللي هي بنوقف فيها القلب علشان نعمل الاجراء المطلوب. عمليه القلب المفتوح دي مش اسم العمليه، ولكن يندرج تحت اسم القلب المفتوح نوعية عمليات كتيرة جدا. أشهرهم طبعا عمليات توصيل الشرايين التاجية، وعمليات تغيير الصمامات أو إصلاح الصمامات، تغيير الشريان الأورطي، وعمليات إصلاح الثقب أو العيوب الخلقية بالقلب، عمليات الانسلاخ الشريان الأورطي، عمليات الأورام بالقلب زي الورم الجيلاتيني. طبعا في بعض العمليات بتجرى بدون ماكينة القلب الصناعي، فدي اسمها عمليات القلب النابض، ودي بتتم لعمليات او لحالات الشرايين التاجيه. تمام، في بعض الحالات بنعملها قلب نابض، ومعناها ان احنا مش بنوقف القلب ولا الرئه اثناء العمليه، احنا بطريقه معينه بجهاز معين اسمه اوكتوبس، ده بنثبت بيه الجزء اللي احنا هنعمل عليه الوصله بتاعه الشريان. وعمليات القلب المفتوح مش شرط انها تكون الفتحه بتاعتها من النص، ممكن تبقى فتحه جانبيه او ممكن تبقى تدخل محدود. خلاص، فعمليه القلب المفتوح هي كل عمليه في القلب تستخدم فيها ماكينه القلب الصناعي.